السلام عليكم الإخوان الفلاحة. إن شاء الله يعني غادي اليوم نتحاولوا نتكلموا لكم عن شنو الأمور اللي خص الفلاح يتفاداها ويتجنبها باش أنه ينجح العملية ديال الإزهار في شجرة الزيتون. كيف ما هو معروف يعني المرحلة ديال التصهير هي مرحلة مهمة وحاسمة، وإلى الفلاح استطاع أنه ينجح هاد المرحلة هادي فهو كيضمن يعني الإنتاج بواحد النسبة اللي هي كبيرة. وهنا الفلاح خاصو ياخد واحد الاحتياطات وما يوقعش في واحد المجموعة ديال الأخطاء يتجنبها. أول مرحلة، أول خطأ اللي خاص الفلاح يتجنبه هو أنه يتفادى الحرث في الوقيتة ديال الإزهار. يعني ما خصوش يدخل الكوفير ولا يحرث في وسط الآخر، لأن يقدر أنه يتوشي ولا يقيس داك العروق ديال الشجرة ديال الزيتون، ويكون عنده واحد التأثير على النجاح ديال الإزهار. مسألة أخرى كتعلق بالسقي. هنايا كطرحوا بزاف أسئلة، يعني فلاحة يعني كيقول لك فلاح يعني الوقيتة ديال الإزهار يعني كيحبسوا الماء. هنايا دائما اللي كنصحوا الفلاحة أنه يكون واحد السقي يكون منتظم، يعني الفلاح يستمر في السقي اللي كان ماشي عليه بانتظام، دون أنه ما يقوم بالتعطيش ديال الشجرة ديال الزيتون، لأن المشكل اللي كيوقع أنه في التعطيش يعني ديال شجرة الزيتون قادر أن الشجرة تطيح كامل النوارة. إذن هنا دائما الانتظام، دون أن ما يكون عندنا إفراط في السقي وما يكونش عندنا النقص في السقي، يعني كنعطيوها الحاجيات ديالها. مسألة أخرى هنايا يجب يعني تفاديها هي الرش ديال الأدوية في مرحلة ديال الإزهار. ملي كتكون عندنا مرحلة الإزهار يعني كنتجنبوا الرش ديال الأدوية من أجل إنجاح يعني العملية ديال التصهير. إلا كنا غادي كنرشو يعني في داك الأستاد اللي كيكون واحد تقريبا واحد 5% اللي تفتحات نتاع النوارة. أما في مرحلة ديال النوارة وديال الإزهار كنتجنبوا أننا نقوموا بالرش ديال الأدوية. كذلك مسألة أخرى اللي خاص الفلاح يتفاداها هي السقي المفرط. السقي المفرط يعني ما خاص يكون واحد الكثرة ديال الماء، لأن كثرة الماء كتفشل لينا العملية ديال الإزهار. إذن دائما كنا شرنا ليها دائما يكون عندنا واحد السقي اللي يكون منتظم وبدون إفراط. كاينة مسألة أخرى هو التوقف عن التسميد الأزوتي في مرحلة ديال التزهير. هنايا في مرحلة ديال الزهير خاصنا نتوقفوا عن التسميد، وخصوصا التسميد الأزوتي، لأن إلا كان عندنا ليكسي ولا الكثرة ديال الأزوت يعني كيؤدي لنا الفشل ديال العقد وديال المرحلة ديال التصهير. دائما يعني التسميد ولا التغذية يعني كنكونوا درناها يعني قبل المرحلة ديال الإزهار. يعني مرحلة الإزهار هي نتيجة العمل اللي قمنا به، التغذية اللي عطيناها، وخصوصا يعني التغذية اللي كتكون متوازنة وبشكل معقلان، وكيكون التسميد اللي فيه يعني الفوسفور، فيه البوتاسيوم، فيه الأزوت، وإضافة إلى التسميد الورقي اللي كنشير هنايا التسميد اللي كيتعلق بالزنك وبالبلوبور، وإضافة إلى العناصر الصغرى في حالة إلا كان يعني تحاليل ديال الأوراق عطاتنا بأن كاين نقص ديال واحد العنصر معين كنداركو، ولكن هذا كيكون في مراحل اللي قبل ديال الإزهار.